السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى معانا توك كيوت قوي شعبي، بسيطة وسهلة زي ما انتوا شايفين كده. حاجات بسيطة جدا هننفذها معاكم وبأبسط الأشياء، يعني ورد جاهز، حاجات بسيطة جدا تقدري تعملي منها توك. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا معنا شريط ستان 4 سنتي مضلع، عندي منه 15 سنتي طول، شريطين 15 سنتي طول. هعملهم عبارة عن فيونكة زي اللي انتوا شايفينها دي، يعني كل شريطة 15 سنتي، فيونكة واحدة 15 سنتي، وردتين فوم. بالطريقة الحلوة البسيطة السهلة هنعمل الفيونكة. طبعا الفيونكة ما فيهاش شغل والورد جاهز، وهنعمل توكة من حاجات بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين كده. هثبت الفوم بالشمع عشان ما يطلعش الورد، وبعد كده هروح ماسكة شريط الستان المضلع اللي هما ال15 سنتي اللي معايا، هتنيهم نصين واعملهم فيونكة. طبعا انتوا عارفين بنعمل فيونكة ازاي، مش صعبة اهي، مجرد ان انا بس تنيتها ولفيت عليها الخيط بقت فيونكة، ما هي صعبة، سهلة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هلزق بعد كده عليها الورد الفوم ده، والزق استك كده واثبت الاستك طبعا بشريطة. الشريطة دي 3 سنتي، هعملها بالعرض القماش. توك بسيطة جدا وسهلة وتنفع مشروع وشغالة مشاريع حلوة. انا قليل لما بعمل شعبي، بس والله الشعبي جميل جدا جدا جدا، لان اي حاجة بتطلعي منها توك، واقل حاجة وبسيطة بتبقى في سعرها حنينة، مش غالية ومش مكلفة، ومشاريع حلوة جدا وبتدر فلوس أحسن من التوك التانية اللوكس. اهي زي ما انتوا شفتوا عملت كده الفيونكة، وهلزق عليها خلاص الورد. خلصت التوكة بقت جميلة اهي. ايه رأيكم؟ مجرد ان عملت فيونكتين ولزقت عليهم وردتين، كل واحدة وردتين، بقت جميلة. هنا برضو عنقود الفراولة ده، نسموه بقى زي ما تسموه، فراولة، عنب، المهم هو بسيط جدا وسهل برضو. الستان بتاعه حوالي 4 سنتي، هناخد 10 حتت، 10 قطع 4 سنتي، ودي 3 سنتي اللي هحبس بهم الفيونكة، ودي 12 سنتي اللي هعملهم فيونكة. مش صعبة أبدا، سهل جدا. والوردة الصفرة دي وردة جاهزة، هعمل لها عبارة عن كشكشة من تحتيها. هبطن الأول المشبك بتاعي بيها زي ما انتوا شايفين كده، برضو مش صعب جدا، سهلة جدا جدا جدا. هجيب بقى حوالي 17 سنتي أو 5، على حسب ما انت عايزة، هي 17 سنتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. فضلا وليس أمرا يا حبايبي، اللي وصل معايا لحد كده في الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. هنا بقى ال17 سنتي هعملهم كشكشة كده زي وردة. الورد بسيط جدا وسهل طبعا، مع الوردة الجاهزة اللي انا جايباها دي.
هلزقهم كده يبقوا توكة جميلة جدا وبسيطة جدا ومش مكلفة، يعني بنعملها بسرعة جدا. طبعا معلش يا حبايبي انا اسفة صوتي تعبان شوية لاني واخدة دور برد، فاعذروني. انا ما كنتش هعمل الحلقة بس قلت اعملها طالما انا مصورة حاجة اكملها لكم. هنا بقى عملت الكشكاشة على دايرة من الجوخ. الدايرة حوالي 2 سنتي او 3 سنتي على حسب ما انت عايزة. انا عاملاها هنا 2 سنتي، ولزقت عليها الوردة. بعد ما حطيت الوردة الكشكشة اللي انا عاملاها حطيت عليها الوردة الجاهزة، واديني هلزق كمان المشبك بتاعها سهل جدا. خلصت التوكة. اختي اللي قدامي دي بالظبط زي ما انتوا شايفين كده، حاجة جميلة قوي وبسيطة. بصوا يعني انا هحطها على الورق كده. طبعا لازم نجيب الورق ده عشان نحط عليه توكنة تبقى شكلها نضيف، ونجيب اكياس ونغلفه، مش عشان هو شعبي يبقى ما يتغلفش وما يتنسقش، لا ده يتنسق ويتحط له الغلاف بتاعه اللي هو الورق، ويتحط له كمان غلاف في الكيس عشان يدي منظر ويبقى ذات قيمة يعني. هنا بقى معايا 5 سنتي ببطن بيهم المشبك عشان اعمل الفيونكة الوردة التانية. توكة تانية انا جايباها عبارة عن ورد جاهز كشكشة كده جاهزة، الوردة نفسها جاهزة ما عملتش فيها اي حاجة، مجرد بس ان انا هلزقها على المشبك بتاعي. المشبك قطعت له حوالي 5 سنتي لان المشبك ده 3 سنتي الطول بتاعه، يعني مش كبير ومش مكلف. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هنا بقى هلزقها على الوردة كده، المشبك على ظهر الوردة كده بقت توكة ولا عملت فيها اي حاجة. الوردة مش غالية، الوردة تمنها حوالي جنيه، يعني ب2 جنيه هتعملي توكتين. مش هتتكلف عليكي اصلا 3 جنيه التوكة كلها. هتبيعيها ب3 جنيه، هتبيعها ب2 جنيه على حسب ما انت عايزة، بس مش اقل من 3 جنيه، يعني الجوز ب6 جنيه. طبعا الجملة بيفرق انك لو بعتي جملة، لكن لو بعتي قطاعي حلوة قوي الجوز ب6 جنيه، بيبقى جميل كده وشيك. في وردة ممكن هتجيب 4 جنيه، في وردة هتجيب 3 جنيه، في وردة هتجيب 2 جنيه، مش كله حسب ما هتشتغلي فيها. هنا بقى هنرجع تاني للفراولاية دي. قطعت 10 قطع في مقاس 4 سنتي. هعمل أول واحدة على الدايرة دي جوخ. هعمل أول واحدة بس، وبعدين هطلع عليها ب2 كده زي ما انتوا شايفين اهو، وبعد ال2 هعمل 3. اهم شيء ان انا بظبط على النص، ده اهم شيء. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. لا اله الا الله. معلش يا حبيبي انا اسفة، بس غصب عني ومش عايزة افوت الحلقة عشان لو حد بيستنى الحلقة ما يزعلش مننا. هنا بقى هجيب اخر صف 4 شرايط في 3 سنتي. طبعا الستان ده دبل فيس،
هسرجهم عشان ايه اعملهم زي كشكشة شوية الم بيها دول بس عشان يتلموا ويبقى المنظر حلو قبل ما الزقهم اهم. هنا بقى بظبطهم وهجيب مسدس الشمع واظبط بيه الزقهم بيه. اديني لزقتهم بقت معايا فراولاية حلوة جدا. هنا بقى اجيب 12 سنتي ستان برضو دبل فيس بس لونه اخضر، انا جايبه اخضر غامق. هلزق الحرفين بتوعها على بعض 12 سنتي، بأكد نصها 6 سنتي، واروح قلبة الشريطة لجوه كده اهو. مخدتش حاجة، هتديني منظر المثلث من فوق يعني سمبوكسة كده. هروح مخيطة عاملة فرش الورد اللي من فوق دون اللي زي اللي قدام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بقت بالشكل الجميل ده زي اللي انتوا شايفينه. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هقص الفتلة بقى بعد ما عملتها من النص. ايه رأيكم بقى زي اللي قدامي دي؟ هي عبارة عن فراولاية عنقود عنب بس شكلها حلو جميل. هنا بقى هبطل لها المشبك بتاعها. الأول هثبت اللي أنا عملتها ورقة الشجرة دي اهي بقت بالمنظر ده. طبعا أنا كسيتها الفيونكة دي، عملت لها البطانة بتاعتها وكده حطيت اهو حتة اللي هو شريط الجيلاتينا ده، وهلزق المشبك وكده تبقى خلصت دي كمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا بقى أنا قطعة برضه 4 سنتي نفس اللي أنا قطعته الأول، اللي هبطن بيها المشبك. هحط الشمع واروح حاطاه كده بس. خلصت بسيطة جدا وسهلة جدا، ما فيهاش شغل، مش صعبة بصراحة، سهلة جدا. هنا بقى هجيب 30 سنتي برضو من شريط الدبل فيس، ستان الدبل فيس اللي عرضه 1 سنتي. هلسعه بالولاعة من على الحرفين وابدأ اكشكشه كده. بعد ما لسعته قفلته مع بعض هكشكشه عشان اعمل برضو وردة احطها تحت الوردة الاورجانزا اللي قدامي دي. طبعا الحلقة النهاردة كلها توك شعبي بشكل جميل ومنسق، حلوة جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كشكشة كده أشدها بقى كلها خلاص. آخر حتة هتبقى زي الوردة زي ما انتوا شايفين كده زي ما بنعملها. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اهي بشوفها مقاسة لقيتها مقاسة، هحطها بقى على الجوخ، دايرة جوخ عرض 3 سنتي لزقتها عليها، واروح حاطة الوردة لزقها فوقيها كده.
اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اهي كده خلاص حطيت الوردتين على بعض، الوردة الستان والوردة الأورجانزا لزقتهم في بعض، وهركب المشبك. بقت توكة جميلة وبسيطة. حاجات بسيطة جدا تقدري تستفادي منها، ولو عندك أي ستانات بواقي هتقدري تعملي منها شغل بالطريقة الحلوة دي. الورد بقى جميل جدا، يعني بصوا كل وردتين زي بعض مع بعض. عفوا. هلزق برضو المشبك للوردة التانية، واروح حاطه لها برضو الستانة اللي هي ال3 سنتي اللي انا قطعاها زي ما عملت في الاولانية. طريقتها بسيطة جدا وسهلة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. وبرضه هحطها على ورقة، على كارت كده برضه. هنا برضه هعمل فيونكة من الستان 12 سنتي، هقص 4 شرايط 12 سنتي. طبعا بعلم بالمسطرة. هعمل التوكة عبارة عن فيونكتين، كل فيونكة 12 سنتي بس ماسكين بقى مع بعض. قصيت الشريطين، وهقص الشريطين كل شريطة لشريطين تبقى 12 و12، يعني انا قصة الشريطين 24 سنتي و24 سنتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين كده هحدد النص بتاعهم واعمل فيونكة، واعمل فيونكة تانية معاها بنفس الكشكشة اللي هشتغلها بيها. بصراحة هي جميلة وبسيطة برضو. الزهري لونه جميل قوي في التواك. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا ده جزء من التوك الشعبي، وفي تاني بس أنا جبتلكوا حاجات بسيطة. اللي عايز نشتغل شعبي كده يقولي، اللي عايز الموديلات التانية برضو يقولي. يعني احنا لازم ننوع في القناة، ده وده نشتغل بيه. هنا بقى الفيونكة بقت جميلة قوي زي ما انتوا شايفين. هما فيونكتين مع بعض ماسكين في بعض بالسراجة. هجيب بقى فراشة كده من الأكليريك هلزقها، هتبقى شكلها حلو قوي. هعمل التوكة التانية وبعدين اوريكم وانا بلزقها. هنا برضو 3 سنتي و3 سنتي اللي هحبس بيهم الفيونكة. ليه بقى 3 سنتي؟ لان هي صغيرة مش محتاجة 6 سنتي او 7 سنتي، فانا عاملاها 3 سنتي وبعملها
بعرض القماشة نفسها، عرض الستانة نفسها. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. عفوا يا حبيبي، معلش استحملوني شوية في تعبي. هنا بقى همسكها بال3 سنتي مع استيك من الصغير خالص، اصغر مقاس. الاستيك اصغر مقاس في الاستيك، اخدت منه الكحلي. طبعا انتوا عارفين كيس الاستيك ده بيبقى ملون، في كحلي وفي بستاج وفي اصفر وفي فوشيا وفي بامبا. الكيس الصغير ده فيه الوان متعددة كلها شكلها جميل. هحط بقى هنا الفراشة في النص بعد ما قفلت وحبستها. بصوا بقى منظرها حلو ازاي. منظرها جميل جدا، وهي بسيطة اصلا وجميلة. هعمل التانية. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين كده، انا ايدي متدارية بس هي التوكة معروفة. بصوا عبارة عن كشكشة نفصل بيها النص، وهعمل التانية برضو جنبيها كلها في الكشكشة. وطبعا انا عملت معاكم كتير التوك البسيطة دي. يعني الفيونكات البسيطة اللي احنا بنعمل عليها الشغل. زي ما انتوا شايفين كده، لزقت الفيونكتين في بعض. هشد السراجة واتبت. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. كده بقى هشد السراجة واقطع الفتلة والزق بقى الاستك بعدها. بس بعد ما اظبطها كده واتني الحرف بتاع ال3 سنتي ده اللي قدامي زي ما بعمله. بتنيها على 3 اهو. هنا بقى هلزق الاستيك بتاعي. حطيت الاستيك واحط ال3 سنتي واقفل. خلاص كده همسك بقى الفراشة بعديها اروح لازقها. بعد ما قفلت الشريطة اللي هي ال3 سنتي، حبست بيها الاستيك مع التوكة الفيونكة. كده خلصوا. هحطهم برضو على كارت عشان يبقى شكلهم شيك اهو. كده شكلهم حلو جدا وكيوت، وطبعا بفن بسيط. يومك سعيد مع ماما شوقة. هتفيدي وتستفادي وتقدري تنتجي وتبتكري كل ما هو جديد. حبايبي فضلا وليس امرا، اللي مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس، واللي مشترك يعمل شير ولايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.